احنا توا في 16 يوم من النشاط ضد العنف المسلط على المرأة، اللي انطلق نهار 25 نوفمبر، وكان حول كل ما يمس المرأة، كل انواع العنف اللي يمكن ان تسلط على المراه استنادا على القانون 58 الصادر في 2017. في اطار هذه الانشطه في 16 يوم قمنا بحمله تحسيسيه خاصه في الاماكن اللي توجد فيها العديد من النساء، وخاصة في المناطق الريفية، علما وأنه العدد متاع النساء اللي توجهوا المعنفات، اللي توجهوا للمراكز الأمن وللوحدات المختصة سواء كانت أمنية أو في الحرس، كانت من الوسط الحضري. ولكن هذا لا يعني أنه في الوسط الريفي ما فماش نساء معنفات، ولكن كنا نعرفوا أنه العقلية الذكورية خاصة اللي مهيمنة على الوسط الريفي، وبعد المسافة بين المرأة المعنفة أيضا والمراكز الأمن ربما هي تكون سبب وراء أنه العديد من النساء المعنفات في الوسط الريفي ما يتمكنوش من أنهم يدخلوا في مسار التعهد بهم ومسار حمايتهم. في سليانة عندنا تقريبا حتى الحدود 30 أكتوبر أكثر من 625، في حدود 625 امرأة معنفة حسب الإحصائيات اللي عندنا كما قلت حتى 30 أكتوبر. 37 امرأة توجهنا مباشرة للمندوبية وقمنا احنا بالتعهد بهن، رافقناهم في مسار حمايتهم، في مسار التعهد بهم حتى وصولهم الى القضاء، والقضاء من بعد هو اللي يتسلم المهمه، هو اللي واصل حمايه المراه المعنفه. اكثر انواع العنف للاسف الشديد اللي هو حتى على المستوى الوطني هو العنف الزوجي، وهذاك علاش عندنا في هذا السياق بالذات ايضا عندنا برنامج ان شاء الله زاد كيف وزاره المراه بتنطلق فيه، هو يدخل ضمن برنامج كبير اللي هو التمكين الاجتماعي، اللي باش نتلهوا به بتحسيس المقبلين على الزواج، وبتحسيس ايضا الاسر باهميه تماسك الاسره، وباهميه ان تكون الاسره هي القلعه الحصينه اللي هي في حد ذاتها تنشر ثقافه اللا عنف وتنشر ثقافه المساواه بين المراه والرجل. مدام زكية سعداوي، ناشطة بالمجتمع المدني، رئيسة الرابطة التونسي للحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة فرع سليانة، كذلك عضوة في شبكة نساء منتخبات بالبلديات التونسية، كذلك ناشطة على مستوى جمعيات أخرى مثل جمعية جسور. كل هذه الجمعيات وكل هذه الشبكات قاعدة تهتم اهتمام خاص بالمرأة حتى لا يتم تعنيفها، وبالتالي وفي تنسيق كامل ومتواصل مع المندوبية الجهوية للمرأة بسليانة فما تجاوب كبير من المندوبية أنها نخدموا مع بعضنا الناس الكل كمجتمع مدني وكسلطات محلية لتأطير المرأة المعنفة وولوجها إلى العدالة، توعيتها كيفاش تنجم المرأة ذيك توصل للعدالة بدون شقاء، نجموا حتى نوصلوها للصحة. ثم عندنا شريكنا في المؤسسة الصحية اللي هو يمد المرأة المعنفة بالشهادة الطبية مجانا. وهذا الكل احنا قاعدين كمجتمع مدني قاعدين نتصلوا في الأرياف في كل بقعة من بقاع ولاية سليانة باش نحسوا المرأة أنه لابد أنها تدافع على نفسها، وأنه فما قانون هو قانون 58 جاي من عام 2017 باش يحماها، باش المرأة ذيك تكون عايشة بكرامتها اقتصاديا اجتماعيا وحتى المرأة سياسيا. ثم العنف السياسي اللي زاد نحن أكدنا عليه وقاعدين نعملوا عليه في تكوين بريسك في شبكة نساء منتخبات بريسك أسبوعي. احنا الحقيقة منطقة ريفية فيها 75% من الريفيات يتعنفوا ساعات في ديارهم، ونظرا لتشتت المساكن ونظرا لبعد المسافات المرأة تعجز أنها توصل للعدالة. هذاك عليه دور المجتمع المدني أن يوصل المرأة ذيك، حتى ساعات يكلمونا بالتليفون. تشاريع وحدها لا تكفي، لابد من حملات تحسيسية توعوية، ثم برشا حوارات مجتمعية، هياكل المجتمع المدني خاصة النسوية منها لابد أن تقود جملة من الحوارات. وانا الحقيقه شفت انه ثم برشا جمعيات الاداره الجهويه للمراه، ثم جمعيه جسور في الكيف نتعاطوا معها نحن كبلديه ونخدموا معها. الحقيقه معناها تشتغل بصفه جديه وهامه ومهمه جدا على الموضوع نتاع الجونر سوسيال وخاصه المراه. لكن هذا وحده زاد ما يكفيش، لابد الى جانب التحسيس والعمل والتشريع لابد من مؤسسات. اليوم لازم ثم مؤسسات المراه هذه تمشي لها وتحكي معاها وتحل فيها مشاكلها. أنا عندي مقترح في بلدية سليانة، نحن عنا في قرية اسواس، هي قرية نحبوها منصة للخدمات الاجتماعية.
هي موجودة صحيح تقدم في خدمات اجتماعية مهمة أو هي موجودة في مدينة سليانة، نحبوها ترتقي إلى منصة جهوية للخدمات الاجتماعية. المرأة المعنفة، الوليد اللي ما عندوش مأوى، مع صاحب الحاجيات الخصوصية اللي عنده معناه إشكال، هذوم الكل يلزم يلقوا في القرية هذه تولي منصة لخدمتهم الكل، والكل يلقوا حلول غديك، وتضافر جهود معناها السلطات الإدارية والسلطات المحلية المنتخبة وهياكل المجتمع المدني وحتى أصحاب المبادرات الخيرية كلها، تلقى معناها صدى غديك وتولي عنا منصة للخدمات الاجتماعية تقدم خدماتها الجوارية لمستحقين الكل وعلى رأسهم المرأة.